واش عارف ان الحشمه كتضيع لك فرص حياتك؟ دراسه من ستانفورد يونيفرسيتي لقات بلي ان الناس اللي كيعانيو من الحشمه كيضخموا من نظره الناس ليهم وكيظنوا ان الكل يراقبهم، ولكن الحقيقه كل واحد كيراقب نفسه، كل واحد مهتم بنفسه، حتى واحد ما كيراقب واحد. ونتيجه ذلك شنو هي؟ نتيجه ذلك كتضيع فرص ثمينه جدا سواء في العلاقات او في العمل او حتى في الدراسه. والحشمه ماشي غير احراج بسيط، الحشمه هي السجن اللي يخليك ساكت ملي خصك تهضر، وكيخلي الناس يتجرؤوا عليك ويقتحموا الخصوصيه ديالك، اللي كيخليك تبلع كل الصوت كل مره داكشي اللي خصك تقولو كتخليه لداخل. اذا المشكل كبير ديال هذه الحشمه هذه وخصك تخلص منها، ولكن خصنا جوج اشياء نتفقوا عليهم او لا نركزوا عليهم باش نقدروا نعالجوا هذا المشكل ديال الحشمه. اكيد كاينه غادي ان شاء الله نهضروا على دراسات علميه، ماشي غير هضره هكاك، دراسات علميه اللي دارت وشنا هما الحلول الناجعه او لا افضل الحلول باش انت تتغلب على هذا المشكل ديال الحشمه. اذا شنو هو كيضيع لك الحشمه الى انه الا ما وعيتيش بدايه واحد القضيه مهمه ما يمكنش لك تعالج هذا المشكل ديال الحشمه، وهي الخطوره ديال هذه الحشمه هذه. انا كنذكر واحد القصه في شكال فاش يلاه بديت، فاش يعني كنت لا بروميير فوا، يعني اول مره في الجامعه. يعني حنا عندنا الكور والتيدي، دونك الكور كتقرا الكور في واحد لونفي كبير والتيدي كتكون دي صال صغار. انا كنت كنحشم انني يعني المره الاولى فاش كتبغي تدخل لونفي كبير راه كتدخل لانه كاين لي زيتيديون بزاف ما كتبانش، ولكن فاش كنت كنبغي ندخل كنت ما كندخلش انا اللي تيدي. علاش؟ لانني كنحشم لان الناس كاينين غير شويه، شو لدرجه انك كتكون هاد الحشمه هذه وهاد لانه كتخرج انت ولا كتشكل لك واحد العائق كبير انك ما بقيتش تقدر حتى تقرا بسبب انك كتحشم. اذا المشكل كبير لانه ها هو كيضيع لك انت لوبجيكتيف الكبير ديالك، غادي تقرا ومابقيتش كتدخل تقرا بسبب انك كتحشم. وهذيك الحشمه شنو؟ كتخاف يشوفوك الناس ولا ما عرفش، ماشي حتى انك تنوض للسبوره، هذه حاجه اخرى، فقط انك تدخل مع الناس في واحد لاصال اللي كتهز 30 ولا 40 بيرسون. بيان سير ما كيدخلوش 30 ولا 40، ولكن كتدخل واحد 15 حتى ل 20 ايتيديو. انت كتحشم انك تدخل معهم لانك كتخاف واش الناس يشوفوا فيك. ما عرفتش الفكره اللي كانت الصراحه ديك الساعه، ولكن شوف المشكل الكبير اللي كتعاني منه. اذا اكيد جدا ان الحشمه كتضيع لك بزاف الفرص في الحياه، سواء كما قلنا في العلاقات او لا في الخدمه او لا حتى في الدراسه ديالك، فراه كتشكل لك واحد الحاجز كبير. وهي هذه الحشمه راه ممكن تخلص منها، زعما ماشي شي حاجه صعيبه بزاف، هي فقط خص كاين واحد الخطوات اللي غنهضروا عليهم من بعد اللي هما كاين بزاف الناس اللي هضروا على هذا الموضوع، ولكن حنا بغينا نهضروا عليه من خلال الدراسات اللي دارت. اذا كما قلنا الاهميه ديال انك الحشمه هي مشكل كبير، لا بد ان نعترفوا ان الحشمه هي مشكل كبير. ثانيا واش هذه الحشمه نقدروا نتغلبوا عليها؟ اكيد نقدروا نتغلبوا عليها، كاين خطوات بسيطه اللي الانسان ممكن يتغلب عليهم الى طبقهم. في 2018 درت واحد الدراسات على انه شنو هما الحوايج الاساسيين او الحوايج الاكثر فعاليه باش الانسان يتخلص من هذه الحشمه. ومن بين هاد الحوايج المهمين بزاف هي ان الانسان يبقى يتعرض للمواقف بشويه. يعني المره الاولى غادي تقول السلام عليكم واحد الانسان ما كتعرفوش مثلا في الطريق، او لا تمشي عند واحد الانسان تصافحوا، وبشويه يعني كتبقى تتعرض للموقف بشويه. الحاجه الثانيه واللي كياكدوا عليها بزاف هي مساله انك تبقى تحاول تركز فقط على نفسك في ذاك الموقف، ما تسوقش للناس الاخرين، تاخذ واحد النفس عميق وتركز فقط على نفسك، فقط على افكارك، ما تحكمش على راسك، ما تقولش انني كنشوف هنا وهما كيشوفوني هكا وتبقى تحكم على نفسك. هذيك الحكم اللي كتحكم على نفسك هو اللي كيخليك انك كتبقى حشمان. داكوغ. وبيان سير انه كاين حوايج اساسيه اللي الحشمه الصراحه ماشي هي بوحدها نتيجه، هي نتيجه لواحد الحوايج اخرين. دا الثقه في النفس، دوك الثقه في النفس هذه اساسيه، اللي كتثق في نفسك اكثر هي نقدروا نصنفوا الحشمه هي ضعف او نوع من الضعف في النفس، ضعف الشخصيه او لا قله الثقه في النفس. اذا باش تعالج المشكل ديال الحشمه خصك لابد اولا انك تشوف الموضوع ديال الثقه في النفس. الثقه في النفس بيان سير كيجي من خلال جوج حوايج كاينين اساسيين باش انك تكتسب واحد الثقه في النفس، وهي انك يكون عندك معلومات كثيره في دماغك باش انك تناقش. وثاني حاجه الرياضه هذه حاجه مهمه جدا. شوف راسك غير باش كتبقى تريني واحد 3 فوا باغ سومان، يعني 3 مرات في السيمانه، واحد الشهر كيفاش غتولي انت غتولي تحس براسك انك واحد الشخص مختلف، انه الجسم ديالك كيعطيك واحد الدفعه، كيزيد بك القدام ماشي كيرد بك اللور. اذا
هذه القضيه ديال الرياضه مهمه، وايضا تغذيه العقل. تغذيه العقل من خلال انك كتقرا كتوبه، كتاخذ معلومات ثمينه، ماشي كتجي يعني فاش كتلاقى مع الناس كتبدا تعاود غير داكشي المعاود. لا، انت عندك واحد البيرسبكتيف مختلف، عندك معلومات قيمه من خلال انك قريتي كتوبه، او لانك اطلعتي على مجلات، او لانك كتهتم من خلال الاخبار او التصفح ديالك باشياء اللي عندها قيمه عاليه. وهذا الشيء اللي كاين الاخوان، وشكرا لكم.